الزميل أحمد أبو زينة زار معقل بطل الدوري اليرموك ورصد استعدادات بطل الدوري للموسم الجديد من خلال التقرير التالي. خطيرة هذه، خطيرة خطيرة. الله 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 الله. عبد الواسع البصري يصفر عليك التمرير محمود بهدف البداية الصحيحة وبجدية المحافظة على لقب استعصى الحصول عليه، يستعد فريق اليرموك بطل دوري النخبة في الموسم الفائت للمحاربة على لقبه الأول بتجديد عقد مدربه السوري محمد ختام، الذي دون اسمه في سجلات النادي كأول مدرب يدخل الألقاب للنادي الأخضر ليكون على رأس الجهاز الفني للموسم الجديد. أنا بحب الاستقرار. نادي اليرموك هيأ لي كل المتطلبات، هيأ كل الأمور اللي بتخص الفريق وبتساعد على نجاحنا، وبنفس الوقت في مجموعة من اللاعبين ما قدرت أو فكرت أنه أبعد عنهم، ما قدرت أبعد عنهم اليرموك الذي بدأ تجمعاته التدريبية عقب تسلمه درع بطولة الدوري في 12 من سبتمبر الماضي بإشراف مساعد المدرب الكابتن فؤاد العودي، ولكن السبت الماضي جاء معه البداية الفعلية تحت قيادة المدرب محمد ختام بتمارين لياقية على فترتين على مضمار ملعب الفقيد المريسي، وسعي للمحافظة على إنجاز الموسم الماضي. فقد أبرمت الإدارة اليرموكية التعاقدات مع لاعبين محليين يدعم بهم صفوف الفريق، حيث يرى المدرب ختام أن هناك ثغرات في الفريق يستوجب ردمها. في الاستراتيجية بتاعت نادي اليرموك كنت حاطط أنا 5 لاعبين محليين بحيث أنه نغطي بعض الثغرات الموجودة في المراكز، وبنفس الوقت في عنا فكرة لاستخدام لاعبين أجنبيين وواحد آسيوي. بالنسبة لتجريب التجارب اللاعبين الأفارقة، يعني خلال إن شاء الله 15 بعد 15 في الشهر 15/11 هيصلوا، هنبدأ نختبرهم، لأنه الفترة هي فترة إعداد بدني، ما في كرات، ما فيها تقسيم، ما في أي شيء، يعني بحيث يظهر هذا اللاعب اللي بدنا نستخدمه. فاحنا أجلنا إنه موضوع حضورهم لبعد 15/11 بكون اقتربنا شيئا فشيئا من الملعب، وعينا على لاعبين آسيويين، واحد من العراق وواحد من كوريا الجنوبية. وقد لا يكون منصفا أن يكون بطل الدوري لا يملك ملعبا خاصا به، أو قد لا يكون معقول أن يستطيع اليرموك إحراز لقب وهذا مقره تكفلت الصورة بالحديث عنه